العميد. الله يبارك فيك كابتن خالد، كتر خيرك. ويا رب كده تكون المرحلة الثانية أكتر للنادي الإسماعيلي والمرور لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية إن شاء الله. وزي ما الإسماعيلي كده فاز على الإنجلبير وكان أول نادي مصري يفوز ببطولة أفريقيا، أول نادي مصري إن شاء الله يفوز بالكونفدرالية الأفريقية. إن شاء الله كابتن خالد بإذن الله. ذات العميد، يعني يمكن تحدث كان الكابتن عاطف عبد العزيز عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قبل اللقاء معانا على الهاتف حول انتقال عمر جمال لأهلي طرابلس الليبي، وقال رغم ان حضرتك يمكن انفقت من جيبك او اعطيته من جيبك الشخصي 350,000 جنيه من مستحقاته القديمه على اساس توقيع عقد جديد وامداد عقده مع النادي الاسماعيلي، لكن على ما يبدو ان خلاص عمر تم توقيعه لاهلي طرابلس الليبي. برضو بين الشوطين كابتن سعفان برضو كان حول انباء حول رحيل الجهاز الفني من بقائه، برضو تحدث وقال احنا تحت امر النادي الاسماعيلي، لكن احنا مستمرين حتى الان ومش عارفين هل بعد المباراة هنرحل أو باقيين. كابتن صبري منياوي قال إن هناك مشاكل عديدة يمكن كانت مأثرة على الفريق ورحيل أكثر من لاعب وكثرة السفر والاشتراك في البطولة العربية والاشتراك في البطولة الأفريقية بالإضافة لدوري المجموعتين. كابتن حمص قال إن في مستحقات من شهر 7 الماضي ما خدناهاش لغاية دلوقتي ولازم مجلس الإدارة يقعد معانا بكرة ويحل لنا المشاكل دي. كابتن أحمد علي تحدث عن السفر حتى للجونة وقال إن مجلس الإدارة وافق عشان نسافر للجونة وبنسافر بالباص مش عن طريق الطياره. واضح ان هناك بعض المشاكل. انا عارف ان حضرتك بتبذل مجهود كبير جدا ومجلس ادارتك المحترم المهندس خالد فرو والمستشار وليد الكيلاني، ايضا ابراهيم ابو علي، حسين طبعا ابن حضرتك حسين ابو سعود والعديد من اعضاء الكابتن عاطف عبد العزيز عشان ما انساش ولا عضو من اعضاء مجلس الاداره، بتبذلوا مجهود كبير جدا، لكن واضح ان هناك مشكله ما. فطالما هناك مشكله ما في النادي الاسماعيلي اكيد العميد محمد ابو السعود رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي هو الاقرب وهيقول لنا ايه الحقيقه في كل اللي انا قلته اللي فات. كابتن خالد، اولا خلينا ما نروحش بعيد. المشكله اللي في الملعب النهارده مشكله فنيه. عدم لياقه، اللعيبه كلها مش في حالتها الفنيه. كتير قوي لما نقول اصل احنا مشتتين ذهنيا. يعني امال السنين اللي فاتت كانوا بيعملوا ايه؟ كابتن كل الناس عارفه ان المشكله في الملعب مشكله فنيه اولا. ثانيا اي لعيب بيقول ان منشاه الصلعه ما خدش فلوس لم تنقطع عنهم المبالغ الماليه ابدا، وهقول لك خدوا ايه. وطبعا مش عايز اتكلم خلاص بلاش في لاعبتي، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان ساعه لما خد عمر جمال 350,000 جنيه مفيش لعيب ما خدش فلوس. الكابتن صبري كلمني قال لي عايز مليون جنيه افرقها على اللعيبه وهنقعد 3 شهور. كابتن صبري والكابتن حمص بدون ضجيج خدوا الفلوس دي وتوزعت ازاي بقى؟ توزعت على 5 لعيبه والباقيين خدوا 5,000 و10,000. ولما سالت ليه كده اتقال لي ان كل اللعيبه اللي خدوا مبالغ صغيره دي واصلهم 50% من مستحقاتهم. فما فيش لعيب في النادي لم يصل ل 25%. كابتن حمص يقول عندنا مشكله ماليه وما خدناش فلوس من شهر 7. لا، الكلام مش مظبوط كده. كابتن حمص صارف شيك ب 150,000 جنيه من جيب الخاص من قيمه شهر. تمام؟ كل مكافآت اللعيبه ما دام اتكلموا على الهوا بياخدوها تباعا. انا اخرت المكافاه بتاعت شباب بالذات الى مكافاه مع اديها لهم مع اتحاد العاصمه. خلصوا اتحاد العاصمه فالمكافاه الثانيه بتاعت مطرشقر وقلت لهم بس عدوا دور ال 16 ده وانا ان شاء الله هسيب لكم مكافاتين. انت شايف المستوى في الملعب ده مش معقول يكون مبالغ ماليه. يعني مش عايزين نقول حاجه البليد مثلا السبوره. الكابتن ببساطه ما فيش حد ما خدش فلوس. اللي ما خدش فلوس فقط اللي وصل 50% من مستحقاته. النادي الاسماعيلي الوحيد اللي لا يوجد لاعب فيه سواء من الكبار او الصغيرين ليه مبلغ مالي من السنه اللي فاتت. كلهم بلا استثناء وصلهم 25%. جميع مكافآت الفوز واخدينها عدا المكافئين بتوع الماتشين شباب بالذات ومطرشقر. وانا كنت هديهم بس المشكله ان انا النهارده بس دافع ما ياخد من 500,000 جنيه ومفروض بكره 180,000 جنيه او بعده عشان مرتبات العاملين في النادي. اذا كان في حد يقدر
المصروفات دي اسبوعيا من 400 ل 500 الف جنيه اسبوعيا اتفضل وانا اتفق له المكان. عيب قوي لما اللعيبه تطلع تتكلم الكلام ده وانا هاخد اجراء مع كل من تكلم على مجلس اداره، سواء عضو مجلس اداره او لاعب. وخلاص فتره المهادنه انتهت. اللي عايز يلعب في النادي الاسماعيلي اهلا وسهلا، هيلف ويدور علينا اهلا وسهلا. انا عندي مثال، حتى اللاعب الحارس المرمى مسعد، حتى اللاعب مسعد اللي انا ما شفتوش في النادي اداني ما يقابل ان انا اللي سوقه رغم ان هو عايز يمشي. كابتن حسني عبد الله قبل ما يمشي جدد للنادي ومشي. كنت اتمنى ان الكابتن عمر جمال يعمل كده. مسعد عوض اداني الكلام ده وبقولها قدام الناس لاول مره ومن اسبوع ان هو فوض النادي كتابة ان هو يسوقه لانه مش قادر يجي النادي الاسماعيلي. كذلك يعني هو كتب تفويض لحضرتك وكتب تفويض للنادي الاسماعيلي ان النادي الاسماعيلي يسوق عمر. يعني تفويض شخصي. تمام مكتوب. طيب لا مش عمر، انا بتكلم على حارس المرمى مسعد عوض. ايوه. وكمان وحسني عبد رب. كنت اتمنى من عمر يعمل ده ان هو كان يجدد للنادي وكان هيطلع بنفس المبلغ واكثر كمان. طبعا. لكن طبعا دي خطا كبير واحنا مش هنلجا له، لكن النادي مفتوح لابنائه والنادي ان شاء الله عائد. واللي حصل النهارده ده اديك شايف ده فني، انما ماليا مفيش حد ما خدش فلوس من سنه 7 والفلوس موجوده في النادي. طيب سياده العميد انا بلمح 1000 جنيه مليون و200000 جنيه، لما حسني خد 350000 جنيه، لما عمر خد 350000 جنيه، الباقي كلهم خدوا ما ياخد من مليون جنيه. يعني كل اللاعبين خدوا في الملعب غير ماليه. طيب سياده العميد انا يعني بلمح نبره حزن طبعا على صوت حضرتك وقلبي عندك وعند كل عضو من اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي، وهي مسؤوليه كبيره في ظل يمكن توقف النشاط الكروي، وانا اعلم ويمكن قريب من الاحداث كعضو مجلس اداره اتحاد الكره، وانا اعلم ان الانديه الكبيره والجماهيريه مثل النادي الاسماعيلي بتعاني نظره الموارد الماديه هذا الموسم، واعلم ان حضرتك ويمكن ومجلس الاداره بتبذلوا اقصى ما في وسعكم طبعا تنميه الموارد داخل النادي الاسماعيلي. لكن عايز اسال حضرتك اسئله محدده باجابات يمكن مختصره. هل الجهاز الفني والاداري النادي الاسماعيلي بقياده الكابتن صبري المنياوي باقي ام سيرحل؟ عندنا اجتماع بكره كابتن خالد. الاجتماع ده هيتم النظر في وضع الجهاز ان شاء الله. طيب. يعني ما فيش قرار فردي، قرار جماعي، وفي الاجتماع بكره يتخذ القرار. طيب كابتن حمص وهو كابتن فريق النادي الاسماعيلي كان طلب ان هو واللاعبين يقعدوا مع مجلس اداره النادي الاسماعيلي غدا، هل ستلتقون بهم؟ كابتن خالد مجلس الاداره بيقعد معاه مجلس الاداره ممثل الكابتن عاطف قاعد في وسط اللعيبه ليل ونهار. يمكن كانوا بيتعشوا مع بعض من قيمه 4 ايام او 5 ايام واحنا مفوضينه يقعد معاهم دوما. انا عايز اقول بس لحضرتك حاجه. اتفضل. المشكله الماليه دي مش في كل اللعيبه. المشكله الماليه دي 4 لعيبه فقط، والباقي كله وصل مستحقاته وماشيين ما حدش بيطالب كده. احسب كده من اول صبح لغايه اعتقد ان المشكله الماليه عند اللعيبه اللي عليهم التسديد فقط. التسديد بتاع اثمانهم عاليه جدا فوق ال 2 مليون جنيه، فهم اللي بيديهم تباعا يعني. على العموم سياده العميد يعني قلبي عندك والف مبروك، وربنا يعني كده يقدرك انت ومجلس ادارتك المحترم في لملمه الاوراق وتنظيمها مره اخرى، لان احنا منتظرين من النادي الاسماعيلي الكثير ومنتظرين من مجلس اداره النادي الاسماعيلي الكثير، واعتقد جماهير الاسماعيليه على عاشقها لكره القدم ويمكن على مقربه من حضرتك وبتتابع هذا الفريق الجيد تنتظر الكثير ان شاء الله في الفتره القادمه. شكرا كابتن.